بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المصطفى صلى الله عليه وسلم. علما بأن الليلة الجمعة 29/9/2023 لجنة الظواهر السالبة وقوات الدعم السريع بقيادة اللواء ركن عصام الدين فضيل تعرفونه جيدا. إن شاء الله إحنا في قوات الدعم السريع في لجنة الظواهر السالبة حنتمكن تماما من قضاء كل التفلتات في العاصمة الخرطوم. قبل أسبوع تقريبا تم إزالة وسوق القش الذي يمثل بورة للفوضى والظواهر السالبة، واليوم أتينا إلى سوق شهير بتجارة المخدرات وتجارة البضائع المنهوبة والسيارات المنهوبة وتجارة الحشيش وممارسة الرذيلة والخمور. هذا السوق أضر كثيرا بالسكان بالمجاورة، وفي حوادث قتل كثيرة جدا وسلب ونهب داخل السوق، وكونا حملة كبيرة جدا وتم قفل كل حصار وتفتيش هذا السوق بكل الجوانب، وتم القبض على المجرمين وحرق هذا السوق وتدميره كاملا حتى لا يعود مرة أخرى. ونحن زي محاربتنا للفلول إن شاء الله المحاربة الثانية هي الظواهر السالبة، ونؤكد للجميع وهذه رسالتنا للجميع: إذا عاد السوق هذه المرة الثانية سنأتي مرة ومرتين وثلاثة. نحن من حي ضباط صف وجنود حملة الظواهر السالبة، ونؤكد للسيد القائد نحن إن شاء الله نقف عصا ثانية زي ما قلت لإزالة كل الظواهر السالبة الموجودة في العاصمة القومية، ولا نامت أعين الجبناء. حملة 100 لأن هنا ذاته في حرامية وفي ناس بيشيلوا حق الناس، في ناس بيشيلوا بنزين، في واحد بيخشوا جوا بيوت الناس قاعدين يشيلوا حق حاجات الناس. وهسه لما جت لا الحمد لله الليلة نحن جايين كداري من السوق ذاك لحد الآن ما لقينا شغال كده يوميا. احنا تليفوناتنا دي كنا واحد لما تشوف ناس ماشيين بموتر ولا أي حاجة تليفونك ده احتمال مرات تجدع. وهسه الحمد لله. الغبش بنجيبه حي دير اللهب نكويه كي. احنا الغبش بنجيبه حي دير اللهب نكويه كي. بناكله يوم والله ني، بناكله يوم والله ني، من الرمم يشبه حدي. يدوكم الآخر يلمكم مع أهلكم بركة الرسول بركة الإله. ربنا يحفظكم يا أولادي، ربنا ينصركم بركة الرسول بركة الإله. ربنا يحفظكم يا أولادي. الحمد لله الحمد لله.